بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد والمستمع والقارئ، تحية واحتراما. وهذه رسالة لكل أبناء وبنات شعبنا في الحواضر والبوادي والمهاجرين من أجل الأمان ومن أجل لقمة العيش. نهديهم هذه الكلمات التي أرجو من كل قلبي أن تكون موضوعا للنقاش في هذه الأيام الحرجات والمنعطفات الخطيرات في عمر بلادنا، وأنتم تكابدون الصبر والحرمان ومسغبة قلة الأمن والأمان، إشكالات المدارس، إشكالات الصحة، انسداد قوة الأمل في حياتنا الشخصية وفي حياتنا العائلية وحتى في حياتنا العامة. أنا دائما أقول لبعض الأصدقاء: هنالك حرب مكتومة أنتم لا تدرونها. وفي كل بيت سوداني الآن هنالك معركة وحزن، معارك صارخة ومعارك حزينة ومعارك مكتومة بين الأجيال المختلفة، البنات والأولاد والطلاب والطالبات والأم والأب. الفاتورة لا تكفي، لا فاتورة الصبر ولا فاتورة الغذاء ولا فاتورة التعليم ولا فاتورة الصحة. أرجو من كل قلبي وهذه الأيام المباركات ورمضان يزحف برفق أن تكون أيامه مدخلا للبركة والأمان والسعة، وأن تطال قلوب وعقول أبناء شعبنا بعضه بعضا حتى يرسى على مرافي من الخير والحق والجمال إن بقي في هذه الأرض الحافية القدمين جمال. الحقيقة داير أعمل مدخل غريب. أنا في حياة الشعوب والحضارات رغم الاختلاف العقدي والمبدئي والفكري عجباني جدا تجربة الإنجليز في الحكم، على الأقل شكليا، يعني مش في مبدئيتها ولا في أخلاقياتها ولا كده، لكن دائما عندي إحساس إنه الإنجليز ديل السكسون ديل فرسان وعمليين، والرجل الواحد منهم يشكل أغلبية، يعني بصراحة في معرفة قيم الشعوب. يعني حتى واحد من المؤرخين بيفتكر إنه الخواجات ديل حكموا الهند والسند آسيا والشرق الأوسط ونيجيريا والسودان، الدنيا دي كلها، العالم ده كله، ب500 إداري فقط. 500 إداري حكموا الدنيا دي كلها، شوية عساكر، واستخدموا القماشة بتاعت التكوين الاجتماعي والمعرفي والإمكانات بتاعت الشعوب لهم. قوة دفاع السودان، ونحن نحارب معهم في الحرب العالمية الثانية، والهنود يحاربوا والباكستانيين والمصريين، 500 إداري. فعلا الناس دي مكتملي التدريب والفكرة. أنا ما داير أشتت أذهانكم كثير، لكن داير أتكلم عن التجربة السودانية. شوف الحضارات دي بتحكم ب3 أقانيم: الأولى عسكرية واقتصادية وقانونية أخلاقية، ودي أهم المرتبطة بأنك أنت من الحروب الصليبية إنك تنشر الكاثوليكية أو البروتستانتية الجديدة أو نظم الحياة المعاصرة. دي انتصارات، يعني إنه نازل على شاكلتنا. يعني حسنا نتكلم عن الفتوحات الإسلامية، ملايين الهنود وملايين الباكستانيين
وآسيا، ودي كلهم مسلمين. أنا سعيد بالمنظومة القانونية والأخلاقية والعقدية دي. قد ما أزور، لكن أنا عندي إحساس إنه ده امتداد ثقافي وفكري ومعرفي لي في هذه البلدان. يعني لولا الإسلام لما كان ذلك. نفس الشعور ده بالسعادة دي، السعادة الفكرية دي، زي ما نحن بقية الحضارات بتشعر به. وأنا داير أخذ التجربة. قبل قلت لكم العاجبني في الإنجليز ديل فرسان، وبعدين لما فكرتهم دي يتفقوا عليها يؤمموا نحوها وينفذوها بالنقطة والشولة ولا يبالون. شوف بعد هزيمة الدراويش والأنصار ديل وسقوط الدولة المسلمة دي في كرري، دخلوا البلد، كل البلد دي شكلوها أخلاقيا وقيميا وقانونيا لصالحهم ولا يبالون. أول شيء لغوا التعليم الديني، عملوا التعليم العلماني الحديث ده، عملوا التكوينات بتاعتهم، المقررات بتاعتهم في جوانب التعليم لحد ما فاتوا وأي حاجة عملوها برمزيتها. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه طه القرشي في المستشفى، آمنة بائعة اللبن، ما أي حاجة عملوها. يعني أنت بتفتكر إنه المسألة دي عادية، لكن المسألة دي مصنوعة. حتى المفردات، إلغاء اللغة ببعدها بتاع المثاقفة ده، خلوها لغة. شوف اللغات اللي درسونا بها في المدارس الابتدائية، مدارس يعني مقررات تافهة جدا ما عندها قيمة. ممكن كل كلمة تدرسها للناس في سنة واحدة، لكن هم دايرين كده يطلعوا أفندية محاسبين وكده عشان يدوروا لهم حركة الاقتصاد والإدارة لحد ما القطن بتاعهم وبقية الحاجات، زي ما يقولوا الذهب والعبيد يجون. ده كله اللي عمله، مش هنا في السودان، في كل أنحاء الدنيا، وخاصة أفريقيا دي. فأفريقيا دي شالوا ملايين، بعدين أغلبهم مسلمين، شالوا ملايين السود، بنوا بهم بلدانهم، بنوا بهم أمريكا والطرق والجسور والمزارع كلها عملوها بالعبيد والسخرة. دي الحضارة الحسة دانين الناس يجيبوها لنا باعتبار إنه دي ثمرات العلمانية الجديدة. يعني لما جاء السودان عملوا أي حاجة لصالحهم، خلوا الإدارات الأهلية والمشايخ والكده تحت إدارتهم، دوروا بهم البلد بشوية امتيازات، وشالوا أولاد العز من رؤساء القبائل دي دخلون وكده، والعامة ديل بيشتغلوا بهم الشغلة اللي هو بعدك سيطرة الطائفية السياسية وسيطرة الطائفية العرقية والمشايخ وكده، وقسموا الطبقية دي وناس فوق كده وقرون برا ودون أكسفورد، انتوا عارفين الكلام يعني. ولا يبالون، درسوا البلد دي ممكن انت تحركها بياتوا طريقة وحكموا بها. جل مسألة، وده الحاجة المهمة، جل مسألة القوانين، لغوا كل التشريعات الإسلامية تحت المهدية، كل ثوابت الأمة السودانية. ونحن لغاية 83 لغاية ما جعفر النميري ده، والله كنا دكان الوالد في سوق أم درمان ده بنصلي في الصف الأول صلاة الظهر، والشبابيك فاتحة علينا 3 بارات فاتحة على مسجد أم درمان، ناس واقفين بيشتروا في الخمور الأرمان وما بعد شو، واقفين وكده سودانيين بيشتروا منهم في الخمور وبالقانون. بمشي وتطلع رخصتك وتفتح في مواجهة لغاية 83. وراء طوالي في الأحياء اللي جنب السينما والكده دي، السودانيين ده الشباب واقفين صف للدعارة بالقانون. يعني مهانة شخصية يعني. طبعا هو المسائل دي بتتعامل بشكل من أشكال في كل أنحاء الدنيا، لكن عند المسلمين إذا بليتم فاستتروا. لكن هي دي ذاتها هي معمولة خصيصا بهذا الشكل القبيح والفضائحي الإذلال العام، إنه أفكاركم دي ما قابلة للتطبيق. وعشان كده في النهاية قبلوا بها السادة الكبار. يعني صحيح حزب الأمة يدعو إلى دولة الإسلام، الحركة الإسلامية تدعو إلى التشريعات الإسلامية
والختمية يدعو لبرنامج الجمهورية الإسلامية، لكن ما قابل للتطبيق، ما قابل للتطبيق. مما دخلوا 1898 واستباحهم درمان، شطبوا كل قيمنا دي وكده وسكتوا الناس وعملوا وذاتوا قوانين وندي كده حارسيننا السودانيين. إن على مستوى القضاء التكنوقراط هنا اللي طلعوه من كلية خرطوم، أو الناس اللي ودون إنجلترا قعدوا طلعوا من كلية الخرطوم الجامعية، دي كلهم اللي أداروا القصة. المسألة بتاعت القانون السكسوني اللي حكمنا ده وحكم كل العالم، أبدا ما أصابوا خوف إنه يعملوا تجربتنا القيمية دي كاملة. وخلاص المسألة دي استقرت بالمناسبة. تجي نازل في مطار الخرطوم ده تخش السوق الحر، السودانيين والوزراء والمثقفين وكده في سكشن كامل كل أنواع الخمور، تشتري وتطلع وكده. سفور عجيب والله. أنا بتذكر يعني مرة أخونا بروفيسور حيدر رسل لي أخ أمريكي كده جاي يتزوج من السودان مسلم قبل التشريعات الإسلامية بتاع جعفر النميري، ومشيت واستقبلته في مطار الخرطوم، جبته هنا ده هيلتون. كانت الساعة زي يعني 5:30، يعني الناس صلاة صبح، يعني جينا كده الأذان بيأذن في الخرطوم يعني. والله دخلنا، والله هيلتون ده زي يوم القيامة، نسوان عريانات من كل حدب وصوب، كل الأعراق والألوان، مجموعة من العرب والخواجات والسكر يعني أنا الأمريكي ده ذاته اتخلع إنه ده السودان يعني، يعني حاجات ذاته تفاصيلها ما بتتقال يعني. لحد ما جاء جعفر النميري ده عام 83 على التشريعات الإسلامية. القصة دي عملت زلزلة حتى في أذهاننا نحن، إنه ما صدقنا إنه ما استقر عليه أهل الإنجليز ونخبون وأحزابهم وكده ممكن تحصل حاجة زي دي. فارس يا جعفر النميري ده فارس، أعلن التشريعات الإسلامية، صدم ليك الأحزاب والتكوينات والخواجات وكده. وصحيح هنالك إشكالات في الصياغة والسبك وكده، لأنه دي أول عودة لأمجاد الحاكمية الإسلامية بعد سقوط الاستيطان، بعد سقوط الدولة العثمانية اللي حكمت أكثر من 1000 سنة. يفتكروا إنه بكمال أتاتورك انتهوا من المسألة. كمال أتاتورك واحد من يهود تركيا، ده لغى أي حاجة، والغرب ده أصلا ما رفع خشمه، يتكلم عن الحريات العامة وكده. لغى الأذان ولغى الحجاب ولغى الكتاتي. يا أخي الأتراك ده بالمناسبة القصة الحسي دي حاصل الإسلام ده معجزة. أنت عارف إنه أطفال في عهد أتاتورك، أطفال الأتراك ده بيقروا القرآن في الحفر تحت البيوت، حافرين لأولادهم تحت عشان يعلمون القرآن. لغى الحروف العربية ولغى أي حاجة عملها، وما في زول يتكلم. الغرب ده كله ما في زول يتكلم. بس عشان السلطان عبد الحميد ده رفض يبيع فلسطين لليهود، يقطع يميني ولا تقطع فلسطين عن العالم العربي والإسلامي، وقاموا دمروه يعني. الجماعة ديل جو طبقوا هذه القوانين. نميري هو الذي أعلنها، صدم لك كل التيارات الموجودة في السودان ودسوا عليه. طبعا سقط عام 85. بعد ذاك بيبقى المواجهة الأساسية مع الشعب طوالي. صحيح الشعب ذاته كان عنده بعض الآراء في بعض الأحكام، في بعض القوانين صياغتها، الذين قاموا بتحرير القانون ذاته الجنائي وكده، لكن خلاص يقول لك ده شريعة الله يعني تمشي للأحسن يعني، بالتطبيق بالتحسين بالتجويد بالاجتهادات وكده.
الحاجة الخطيرة جدا إنه لما جات 85 والفترة الانتقالية كانت التكوينات الحزبية القديمة دايرة بأي طريقة تلغي هذه القوانين. خلاص أسيادهم ما جو قالوا لهم ألغوا القوانين دي، ألغوا القوانين الإسلامية، ألغوا التشريعات الإسلامية وعودوا لدستور 56. طبعا دي مصادمة مع الشعب، يعني من ود المقنع الحقيقي في الراد يقول والله لغينا التشريعات الإسلامية، إذا ما سقطوا بيقتلوه، يعني ما خلاص ده موضوع جهاد، يعني ما يتصدم الناس في دينهم. بعدين بالمناسبة في حاجة مهمة جدا عشان الناس يعرفوها للجيل ده، بالمناسبة قرنق تمرد قبل إعلان التشريعات الإسلامية. أنا شايف لي مرات كاذب يقول لك مثلا نمير أعلن التشريعات الإسلامية ده كان مدخل للصراع في جنوب السودان، ما صحيح. قرنق تمرد والكتيبة بتاعت بوردي والمجموعات دي قبل إعلان التشريعات الإسلامية. دي حاجة مهمة جدا عشان ما تخلط الأوراق. الجماعة ديل هرعوا كلهم، مشوا لوزير العدل والنائب العام وقاموا قال لهم طلعوا التشريعات الإسلامية. وفي كان اشتهر التصريح بتاع السيد الصادق المهدي المشهور إن هذه القوانين سموها، طبعا ما بقوا نقولوا قوانين التشريعات الإسلامية، سموها قوانين سبتمبر، إنها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به. فقاموا جابوا التكنوقراط الأفندية ديل بتاعين الفترة الانتقالية، قاموا اللي قالوا للنائب العام وزير العدل تلقي التشريعات، قال لهم نحن نلغيها. مجانين تدارين تدخلونا معركة مع الشعب السوداني المسلم ده؟ تعالوا انتوا أساد الجلد والراس والطائفية وأهل الدين وكده، تعالوا لما تجي تحكموا ألغوها. أبو وده موقف يحفظ للسيد وزير العدل والسيد النائب العام في تلك الفترة. كان ببركة، كان بيدين، كان بفلاحة. قال لهم شوفوا نحن والله ما بندرج لكم، عندنا رأي ولا ما عندنا رأي في القصة دي حاجة تانية، لكن نحن نلغي لكم القصة دي عشان تجي تلقوها باردة. نحن نواجه الشعب السوداني المسلم وانتوا تجي تقولوا والله اصلا الغيت، نحن نعمل لكم. خلوا اسيادكم الانجليز يجي يعملوها او تعملوها انتوا براكم بالالغاء، نحن نعمل لكم. وده موقف يحفظ للرجلين ديل. يعني برضه سوار الذهب كان موقفه نفس الموقف، وكل العسكريين كده قالوا نحن انتقاليين، عندنا 365 يوم بنقضي، انتوا دايرين تجي تعملوا بالبرلمان اعملوه، تلغوا الإسلام، تلغوا السودان، بتعملوا طاقية تلبسوها انتوا، لكن هم نعمل لكم. فالعسكريين والحكومة المدنية بتعمل القصة دي. أنا بقولها بالبساطة دي عشان عامة الناس يفهموا المسألة دي. طبعا لما جات الأحزاب ما قدروا يلغوها، يعني ود المهدي ود المرة حي يقول للشعب السوداني لغينا الشريعة، ما بيقدروا. أكان دارين صلحوها، أكان في تجويد في الصياغة في الاجتهاد في كده عملوها، لكن ما في وقت ما قلناها بالغير، ما قدروا. برضو القصة دي طبعا قاطع قلب الغربيين، وطبعا خايفين. هم افتكروا إنه القوانين الإسلامية، وطبعا ذاته في المسيحية ما في دستور، ما في قوانين، أغلب القوانين نصايح كده. عشان كده القوانين بتاعتهم بيعملوها برأي الأغلبية، يغننوا زواج الرجل للرجل ويزوجوا زواج المرأة للمرأة ويعملوا الإجهاض وكل المصايب دي بقرروها الناس، لأنه دين ما في. الصحاح بتاعت الكاثوليكية وكده مجرد نصايح عامة كده، أما الدنيا دي بيعملوها. عشان كده هم فصلوا الدين عن الدولة، حتى لو ما فصلوا أصلا ما في قوانين، أصلا مجموعة مسك الكتاب المقدس ده مجموعة نصايح، ما فيه قوانين. ما زي الإسلام دين حاكم، أي حاجة فيه وأي حاجة في الدين ده فيه. قالون يعني الخواجة قالون يعني حتى يعني اليهود يعني هذا دين يدخل مع الناس يدخل معانا الحمام، يعني
ما في حاجة غايبة في الدين ده أصلا. الأحكام الكبرى والحكام الوسطى والذوق والإتيكيت والزواج والطلاق والإرث، أي حاجة موجودة في الإسلام، أي حاجة موجودة في الإسلام، أي حاجة موجودة في القرآن. ولذلك المأزق بتاع الأحزاب الكبرى دي إنها ما خلاص نميري ده يعني زي ما بيقولوا دخل عوده، يعني ما في طريقة خلاص. فبيقوا الخواجات والاجتماعات والنخب والهجوم على الإسلام والمطبق والزول اللي بيطبق الإسلام هو ما صادق، وديل كذابين وديل حرامية وكده، لأنهم ما قادرين يهاجموا الدين مباشرة، ما قادرين يهاجموا. عشان كده يهاجموا الذين يتحدثون به، والدين إن شاء الله يتكلم عنه صعلوك ما مسلم، خلاص يقول لك أنا مسلم ربنا يهديني، لكن ما بقون دينه ولا بقون رسالته ولا بقون عن رسوله يعني. فبيقوا مدورين في الشبكات دي إلى أن تحققت. طبعا جاءت الإنغاز. الإنغاز عمل حاجة طبعا خطيرة مش في تاريخ السودان، في تاريخ المسلمين. أوش الخواجات دي النخب والعسكريين والمفكرين والغدوة بتاعتهم في مجالات أصلا ما ظنوا إنه ممكن في الدنيا دي تاني تتعامل دولة معاصرة عندها وزارات وعندها بنوك وعندها وزراء وعندها دبلوماسيين وعندها جامعات وعندها تنمية وكده، دولة عصرية كده تدين للرسول صلى الله عليه وسلم وبتقاليد الإسلام دي بحدها الأدنى والأعلى، ما ممكن تجي تاني في الوجود. القصة دي اطمئنوا لها جدا. جات الإنغاز قعدت 30 سنة. 30 سنة. ال 30 سنة دي يا جماعة، ال 30 سنة دي محاربة مقاطعة. 30 سنة 30 سنة لا في مدخرات ولا في إعانات ولا في استثمار ولا في دعم أجنبي ولا في صناديق ولا كده، وبدور الدولة دي 30 وحروب من الأصدقاء والأعداء وكده، وحولوا كل هذه الدنيا ضد الإنغاز. لو لم يكن لهذه الإنقاذ من فضيلة إلا أنها بقيت شوكة حوت في قلب الغربيين دي 30 سنة لكفاها. ولو قدر لهذا الرجل، مع اختلافنا الكبير معه في حاجات كثيرة جدا، أنا أحد مظالم الإنغاز، لو قدر لهذا الرجل تكريم ومعرفة بقدره المشير البشير ده يكرم، لأنه ده قعد شوكة حوت في قلب الغربيين ديل 30 سنة، تجربة يعتد بها أهل الشرق وأهل الغرب والأفريقيين والأفارقة والآسيويين. ما قدروا. ولذلك أنا بفتكر إنه في ديسمبر ما سقطت حكومة البشير، سقطت دولة كاملة، أمارة كاملة من أمارات الإسلام. أنا والله بقول لمجموعة من الناس، قلت لهم يعني أنا يعني فقدت حاجات كثيرة بس وسجنت فيها 4 5 مرات وكده، لكن أنا والله لما سقطت الإنغاز بهذه الطريقة بالنسبة لي زي سقوط الدولة العباسية، زي سقوط الدولة التركية، زي سقوط الأندلس. مش لأنها كويسة ولا هنا كده، لأنه أنا شاعر إنه في تجربة عمل هذا الشعب المسكين الأفريقي بهذه الشعارات وصمدت رغم عداء العالم. يا جماعة أمريكا دي تعادية، أمريكا دي الدنيا دي كلها بترجف منها. تلقى لك رئيس يرفع رجله يقول أمريكا تحت جزمتي دي. يا أخي ده عزة أصلا ما فيها، ما في زيها. وهذا الشعب العظيم الذي صبر ل30 عاما يحارب ويزرع ويحصد وعنده عشرات الجامعات والمشروعات. والله البشير ده لآخر أسبوع من سقوطه لم تتوقف الإنشاءات والافتتاحات في عواصم السودان المختلفة. حتى الناس الآن بيسألوا يا جماعة دي دولة محاصرة، ودي دولة مقاطعها أمريكا والصناديق وأوروبا والدول التي تأتمر بأمرها، كيف أبقت هذه الجامعات والمنظمات والبنوك شغالة والحياة مستمرة والإنجازات والتصدير؟ $1
ما بتقدر تحوله للسودان. مش وطلعت مشروع النفط والأمور ماشية، ولما نتفصل الجنوب ده، فالجنوب ده يا جماعة كان ممكن يقعد. الأحزاب كلها وافقت على حق تقرير المصير، والجنوب ده يا جماعة كان ممكن يقعد، لكن بيقعد كيف؟ يسحق الجنوبيين ديل زي اللي حصل في بيافرا في نيجيريا، يسحقوا. بعد ذاك إذا بقيت الأرض وقطع دابر الجنوبيين ما نحن بنحكم الجنوب. لكن لهذه العزة بتاعتنا نحن كسودانيين حاجتين، لحد ما الجنوب ده اتفصل الثلاثة مدن الأساسية ما سقطت في أيدي قرن، رغم الدعم الأفريقي والعربي والعالمي والأمريكي والصهيوني والتدريبات لا سقطت جوبا، لا سقطت واو، لا سقطت ملكاي. وبكل كبرياء السودانيين الجماعة دي لما صوتوا بهذه النسبة التي قاربت 100% للانفصال. أنا بسمع والله مرة في تلفزيون جنوب السودان ده في واحد كان وزير خارجية ولا وزير دولة كده يتكلم جنوبي يعني، بفتح كده هنا قاموا عاملين معاه لقاء في تلفزيون جنوب السودان. قال كلمة عجيبة جدا، قال يا أخي سياسي تحترمه، قال له أنا أحترم الرئيس البشير، قال له أنا أعلم أن هذا الرجل وحدوي وكان له 1000 سبب إنه يتهرب من توقيع انفصال جنوب السودان، ولكن عندما علم إنه دي رغبة الإخوة الجنوبيين الحقيقية في إنه نغادر السودان، قال بمنتهى الجرأة يكفينا أن يكون أهل الجنوب جيران بالسلام وليسوا دولة واحدة بالحرب. قال وقع على انفصال جنوب السودان، وأنا أعلم والله قال الكلمة دي، أعلم أنه قلبه الرئيس السوداني ده قلبه ينزف بالدم لأنه وحدوي. قال لذلك أنا قال نحن كجنوبيين نحترم هذا الرجل. فعلا ده أقول له الجنوب هاي صحيح ممكن يقعد. بعدين عند في حجة حسي دل المجموعة اللي بتتكلم عن إنه الإسلاميين فصلوا جنوب السودان، حسي دي ما جنوب، حسي ما الإنغازات الإسلاميين دل ما فاتوا. وين القوة الجنوبية الوحدوية جاء يوم واحد في قوة وحدوية جاد عملت ندوة، في الخرطوم وجوبة دعت للوحدة. حسي نحن ما في عشرات من السياسيين والجنود والخونة حاربوا مع قرن ده. ورينا كده بس ورينا في تكوين وحدوي في جنوب السودان، ولا هنا في الشمال طالب بعودة القطرين لبعضهم البعض. بالعكس لما جاء الولد ده بتاع هنا ده لما يتكلم في توقيع الاتفاق عودة الجنوب وكده، الجنوبيين احتجوا. ولا كيف تقول كلام زي ده؟ نحن دولة قائمة وين حسي وين يا عرمان القوى الوحدوية التي حاربت من أجلها؟ وينهم؟ خلونا يجوا يعملوا ندوة في الخرطوم بيقولوا والله الآن عدتم حظوا سقطت الإنغاز وكده دايرين نرجع. ولا كلمة، لا في جنوب السودان لا في شمال السودان. دولة الإنغاز دي بقيت يا جماعة رغم كل المسائل دي صامدة، ودي مشيئتنا يعني، دي مشيئة الدنيا. هو يعني ما قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي وسقطت دولة بنو أمية التي نشرت الإسلام في كل دقة أبواب فرنسا. يعني هو الإسلام ده الإنغاز؟ كان فاتت الإنغاز هي 1000 إنغاز. يعني نتكلم عن الإنغاز ونتكلم عن المهدية، ولا نتكلم عن تركيا، ولا نتكلم عن الأندلس. هذه تجارب إنسانية وقعدت فاتت. لكن أنا كمسلم ما زال هذا الشغف العقدي أرتجي إخوة القادمين بدولة قادمة قد تظهر في السعودية، قد تظهر في الأمارات، قد تظهر في بلجيكا، قد تظهر في كل. أنا أممي. واحد قال لي يا أخي تو ما السودان حسي بيتقسم كده. قلت له يا أخي شوف
نحن ناس أمميين، دي دعوتنا. أنا أدافع عن الإنسان في شمال السودان زي ما بدافع عنه في أمارة الزغاوة ولا في الفور ولا في الإنقسنة. دي أخواني أنا دي لو فشل أصلا مشروع الأممي بتاعنا، عقيدتي هنا نحن خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف. إذا ما تعارفنا بالحسنى أنا أممي، أنا ما قبلي. صحيح أنا بدعو لأنه كل إقليم يمارس كل القوة بتاعته عشان يبقى ذاته عقد جوهر، حبة جوهر قوية تنتظم العقد الكامل. لكن أنا بالنسبة لي الفاشل ولا مروي ولا مدني ولا كوستي حاجة واحدة، وافتكر إنه أي واحدة منهم تسقط لصالح الشعوبيين ولا لصالح القبليين وكده، دي مش خسارة أرض، خسارة عقدية بالنسبة لي أنا. حجينا عشان نوحد الدنيا، مش السودان، نوحد الدنيا. فالآن عشان نكمل الفكرة، الآن الغربيين واتتهم الفرصة مرة أخرى. انتوا عارفين الجماعة ديل أطالوا الفترة الانتقالية ليه؟ أطالوا الفترة الانتقالية عشان الذي لم تستطع هم بالمناسبة دار يطول الفترة الانتقالية عشان ينفذوا برنامج القيمي: علمانية الدولة، تفكيك الجيش السوداني، ضرب المجتمع، تغييب الفكرة، إبعاد الإسلام عن المناهج، دي كلها يغيروها. وده يبقى تمرين للدولة القادمة تكون شطبوا لها الحاجات عشان ما تدعب تاني. فوكر ده قاعد ليه حسه ليه الفترة الانتقالية دي 4 سنوات؟ ما نحن قلنا سنة واحدة وتجي انتخابات، يجوا أي زول بعد ذاك يحكمها. هم 4 سنوات وال5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات ممكن يقعدوا باختلاق أسباب ما حقيقية لسبب واحد: لو ما ضمنوا علمانية الدولة وإنه شعار الإسلام الموحد والشريعة الإسلامية وأي برنامج شرعي بتاع حكم بيجيب قوة لدولة مدنية مسلمة وكده، ما حيوافقوا عليه. عشان كده بدوا يرتبوا المسألة. فولكر ده زي كيتشينر، بس بيعمل هم الحاجات بيعملوها بطرق مختلفة. فولكر ده جاب، تفتكروا يعني الولادات المشوا قعدوا من المحامين ديل في دار المحامين المغتصبة دي، عملوا الدستور ده برام، ده دستور جايون جاهز فيه علمانية الدولة. أنا يومتها بسمع بنت محمد طه دي فرحانة، قالت هذا دستور جعل كل التكوينات السياسية والفكرية على مسافة واحدة لا دين فيها. قالتها في أنا سامعها في حوار، قالت دي واحدة من المكتسبات الكبرى، مكتسبات الجمهوريين والعلمانيين والشيوعيين. قالت نحن من المكتسبات الكبرى إنه الدين ما عاد موجه فاعل في الدولة، ولذلك ما في دين، ولذلك كل من الدولة كل القوى السياسية والفكرية والأديان في مساحة واحدة، كأنه نحن السويد. يعني 45 مليون المسلم ديل قدر 16 جمهوري في مسافة واحدة. فرحانين بالقصة ده الدستور بتاع دستور الاتحاد الصحفي، اتحاد المحامين، عملوا كامل ده علمانية الدولة، ودارين يجيبوا لهم مجموعة. يا أخي أي فريق في أي فريق فيه 20 نفر في أي قرية سودانية العددية بتاعته أكبر من المؤتمر السوداني ومن مجموعة السبعة بتاعت الاتحاديين ديل بيمثلوا الشعب السوداني. يا أخي ديل في تاريخهم ما عندهم نقابة ولا عندهم حزب ولا عندهم دائرة. دار تجيبوا نحكم السودان، يقرروا دستوره وعلاماته وقانونه وعلمه وتاريخه ومستقبله ودينه واجتهاداته واقتصاده ومرحلته الآنية والقادمة. ناس ولا فريق كورة. وتجيب حزب الأمة. حزب الأمة ده الحسم ما معروف رئيسه منو ولا كوادره منو ولا مستقبله شنو ولا علاقته بالدين ولا لا. والله أنا بستمع لود الصادق المهدي ده اسمه الصديق بيتكلم 1.5 ساعة. يعني قلت لهم يا جماعة أي زول لو إنت بيطري بتتكلم في أي موضوع جزء من ثقافتك دي بيصهر.
ثقافتك كبيطري. والله الولد ده بيتكلم ساعة ونص، لا جات ذكرى للمهدية، ولا جات ذكرى للسودان المسلم، ولا جات ذكرى للإسلام ولا للجهاد. أنا قلت يا جماعة ده صادق المهدي ده شيوعي ولا شنو؟ يعني نفس الكلام ده ممكن يقولوا أي زول تاني غيره. وشبليك والإسلام في الإنغاز طيب ده إنغاز، ده إسلام الإنغاز الكعبي. أنت دينك السمح وينه يا ود المهدي؟ ساعة ونص بيتكلم، والله أنا افتكرت شيوعي. لا حاجة عبرت عن دين ولا ثقافة ولا قيم ولا مهدية ولا تحرر ولا اجتهاد ولا عصر. يعني السيد الصادق المهدي ده لو قال له 7 كلمات تدرك انه رجل وطني ومسلم ومجتهد. ده ساعة ونص بيتكلم مستوى من المفردات والافكار الحيادية ما عندها علاقة لا بالوطنية لا بالدين وكده، بس يشيل في الانغاز. سوته الانغاز، الانغاز اللي فكته من السجن المالي. اسأل الحاج عطا المنان يجي يتكلم لك يا اخي حل كلامك ده، حل كلامك ده بشيء ان شاء الله بابيات من عكير الدامر. عهدنا معك كندا بحربه ما بيتشلخ، وصور ردعين جبل بصاقعه ما بتتفلخ، كان ايدينا فيك من المسك تتملخ السما ينتكي وجلد النمل يتسلخ. اي حاجه عباره نعرف انك انت وطني ولا مسلم ولا مهدوي. يا اخي عيد تشكيل ثقافتك مفرداتك. الان ده دستوره، دستور المحامين ده دستور علماني كامل لدولة مسلمة، يعني زيها وزي أي واحدة من الأمارات الأمريكية أو الولايات الأمريكية. ده الدستور بتاعه. التكوينات اللي بتسنده ما عندها قيمة. حزب الأمة ده ما فكك الآن، لا فكرة له ولا برنامج ولا قيادة. وأنا عارف إنه جواه الآن في صراع خطير جدا بين العلمانيين والإسلاميين وبين الأنصار وحزب الأمة، ومخترق الحزب ده. أنا بقول القصة دي لأن ده حزب هنا، الحزب ده مخترق، اليسار مخترق الحزب ده كله. الناس اللي شايفينهم ديل كاربين عميماتهم ديل ما أنصار، ديل جواهم ذئاب يسارية، ديل اللي بيشكلوا الحزب يتكلموا باسمه. أنفضوا الحزب بتاعهم ده ليعود إلى جادة الطريق. ده ما عنده علاقة بحزب الأمة. وأكلم في لسان حزب الأمة دين من الأنصار، أنفضوا العلمانيين دين. حزبكم ده بديروا ناس أنا عارفهم وإنتوا عارفينهم، عارفين البدير حزب الأمة، الأمين العام بتاع حزب الأمة الحقيقي إنتوا عارفينه منه. أنفض ده الحزب اللي بيحكم بالسودان، الدين يحكموا ناس فولكر يغشونا به. نقول لك قوة الثورة منه؟ قوة الثورة الولادات دين، الولادات الجميع حس عليك الله ده فيهم زول. أو السبعة ده اللي بيعرفهم منه، السبعة بتاع الاتحادين ده اللي بيعرفهم منه. محمد الحسن المهدي ده طالع عن طوع الحزب وطوع أبوه. المؤتمر السوداني ده ما عنده ولا نقابة في تاريخه. رئيسه ذاته هنا تاجر بتاع اسمنت وبلاستيك، وهنا جابوا شنو يحكم في البلد؟ شنو يعني؟ دارين تعملوا لنا بلد كامل قيمه ودستوره وتاريخه وعلاقات الخارجيه وكده. من وين يعني؟ من وين القصه دي؟ فولكر ده ما هو داير له ضلاله زي دي، داير له راكوبه خريف عشان يقول للغرب ده ده كلهم ده كذبه، انبياء كذبه. قال بغشنا، اصلك ما بتقدر تغشنا، اصلك ما تقدر. ودار جايب له حكومه نحن ما عارفينها، رئيس وزراء. حسن رئيس الوزراء جابوه حمدوك ده علاقته بالسوداني شنو؟ علاقته بالسوداني شنو؟ جاء في مهمه رسميه لما وجاب لنا يا اخي ده غشانا، غش تكويناته واحزابه، وغش العسكريين، وغش المدنيين، وجاب بعثة الأمم المتحدة دي تحت البند السادس والسابع عشان يحكمونا ويديروا البلد بخطاب سري. في أي بلد ده بيجيبوا من أضانه وبتعدموا بالخيانة العظمى. انتهت المهمة بتاعته لما نمشي نطوف سافر. حتى عليك الله ممكن أنا يجيبون رئيس وزراء لو أنا صادق أخلي الناس اللي تصدقوني وطلعوا لي وهتفوا لي وكتبوا اسمي في عليا النجوم بس أقفل شنطتها فوق، ما تقعد هنا تترمي
تدافع عن مشروعك ده، عن فكرتك دي، لأنه هو ما بيقعد، لأنه جاء في مهمة وظيفية، ما مهمة وطنية ولا فكرية ولا عقدية ولا وطنية. فات حسب يجي يقول لك الاتفاق الإطاري مقطوع الطاري، داير يعملوا، داير يغيروا الجيش. شوف الفتنة دي، هيقعدوا كده لحد الفتن دي كلها تزدهر والناس يتكاتلوا والبلد يتبشتن. أنا عارف إنه يفكروا كيف، لكن للأسف هذه أحزاب لا قيمة لها وقيادات لا قيمة لها. الزول ذاته لما إحنا والله فتحنا كده في أكتوبر، يعني في أكتوبر دي نحن 64 إحنا في المدارس الابتدائية، لما كنا نطلع كده نسمع عن ندوات يقولوا شنو، لكن حزب الاتحاد الديمقراطي ده فيه مبارك زروق وفيه عبد الماجد أبو حسب وفيه أحمد زين العابدين وحسن عوض الله وشريف حسين، كاريزما ولغة وأفكار. حزب الأمة يعني القيادات الكبرى، عبد الرحمن علي طه والمجموعة محمد أحمد محجوب وعبد الرحمن النور يعني صادق المهدي وشاب حسي عليك الله، حسي يا أخي. أنا قمت قلت لهم أنا من الله خلقني شغال في السياسة لحد اتحاد المهنيين ده اللي قالوا كتب اللي بتاع الثورة، أنا ما أعرفون ولا زول ما بعرفه. براي محمد دفع الله مرة جابوا له عازف بتاع كمانجا، قال الوزير قال لي تشغل في أوركسترا، طردوا. قال لي الوزير عازف كمانجا في السودان ده وعازف عود ما بعرفه، أنا ما في السودان. احنا قاعدين شغالين في القصة دي، حتى الكومبارس الموجود ده كله نحن ما بنعرفه. احنا شغالين سياسة من الوسطى ما بنعرفهم، دول دارين نحكم بهم فوق السودان. الآن الخطة إنه يمتد الزمان الانتقالي ده بكل تعقيداته، بكل العبثيات بتاعته، كل الأفكار والأعمال التي لا سيقان لها، دي كلها تستمر لحد ما يرتب السودان القادم، السودان الذي يباع على قارعة الطريق، السودان الذي لا دين له زي ما قالت الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية، بلد فيه 45 مليون مسلم مجاهد، لا دستور، لا دين له ولا لغة له، لا دين الإسلام ولا لغة العربية. اللغة العربية اللي هي حافظة أمان السودان والتواصل حتى في جنوب السودان. هذا هو الذي يدور. ده شكل المؤامرة. أنا داير السودانيين يعرفوا ده شكل المؤامرة، ولذلك الفترة الانتقالية اللي كان محسوبة لها سنة بقت 5 سنوات، ما شاء الله 5 سنوات، وحتستمر ما دام هذا المشروع الكيتشينري ما تنفذ. يقعدوا 10 سنين يتلاووا ويختلفوا كده. آخر حاجة داير أقولها يا جماعة، شوفوا زي ما بقولوا أهلنا في حاجتين ما تتكلم فيهم كتير: الجيش والبت في عمر الزواج. دايرة الزواج لك بنت زول واحد تقول له والله أنا داير البت دي، أي سوداني في الحارة بتاعتك بيديك كلام، هي ما تسوي لك كلام كثير. البت دي في السوق، البت دي كيف وطلعت مع منو وجات مع منو ويذكر فيها الكلام، أنت ما بتخسر لأنك راجل، كيف البت دي بتخسر. يا أخي جانوت فلان بيسأل من بيه البت دي كيف سلوكها في الجامعة، بتطلع منه رحلاته وما بعرف، تبقى موضوع يعني هو ما بيتزوجها وكمان يعمل حولها أقوال. البت في السوق الفتاة ما تتكلم عنها، أهو دي. وفي زول داير عريس ليه مرة ما بيعرف بتنفع معه ولا ما بتنفع معه، 5 دقائق بيعرف القصة دي. بعد السودانيين ده عندهم أمثال ممتازة جدا، حتى صحيح في بنات مهما كان المستوى بتاعهم في النهاية بيعرسوا، يقول لك كل فولة لا كيال، ما تسوي كلام كثير. نفعت معاك عرسها، ما نفعت معاك زول بيقول لك المفروض تلاقي ما تسوي، ما تدور. والجيش كذلك ما تتكلموا في الجيش، ما تتكلموا. ده الجيش ده بتاعنا نحن، الجيش ده بتاع الشعب السوداني، مسمار قلبنا. لا بتاع برهان ولا بتاع حميدتي.
ما تكتلوا كلامكم فيه، ما تكتلوا كلام فيه. عندكم الحكم للشعب سنة واحدة، قولوا للأحزاب دي امشوا اعملوا انتخاباتكم، يجي الحزب الشيوعي، يجي اتاتورك، يجي هتلر، يجي المهدي، يجي التراب، اي زول يحكم. ما تكتروا الكلام في جيش بيبقى موضوع. بعدين انت لو فتحت الكلام في الجيش ده ما بقي يفتاني، ما ده جزء من تحطيم الجيش، انه اي زول يتكلم، يطلع فلان يتكلم ويطلع ده جيشنا نحن، ده قوات الشعب المسلحة دي، يعني ده جزء من الشرف العائلي بتاع السودان، الشرف الوطني. ما تكتروا كلامكم فيه. دايرين تعملوا انقلاب، مبروك عليكم، اي اعملوا اي. نحن ما عندنا حسي دي العساكر ما بيتكلموا كثير، بينفذوا. نحن ما عندنا مانع يعمل انقلاب، يعملوا البرهان انقلاب حقيقي، يعملوا حمايتين بشرط واحد. الشرط ده انكم انتوا تحققوا للشعب السوداني ده الامان والضمان والغذاء والكساء، وتفتحوا له جامعات. هسه انا بطيب لكم برقيه تأييد. الشعب السوداني ده وصل الحد، وانتوا اولاد بلد. والله نحن هسه دي لو بقينا نتكلم عن ديمقراطيه ولا مدنيه، نحن الشعب السوداني ده وصل الحد. الشعب ده جايع، الشعب ده خايف، الشعب ده جاهل، مدارسه مقفوله، مستشفياته مقفوله، ما حاسس بالامان. بنته بتطلع في الشارع بيجي واحد يتضرع يقلع يضربها في الواطه، يشيل شنطته ويشيل قروشه ويشيل موبايل. نحن ده اذا في، نحن ما بنخاف بعد ذاته، ما في حاجه نخاف عليها. اذا في انقلاب عنده كفيل باكر دي برجع لنا العيشه لجنيه، وبرجع لنا الدولار ل 60 جنيه، وبيحكم لنا الشوارع دي، والفايت الحدود بواسي، ويفتح لنا جامعاتنا والمواصلات بتاعتنا، ويعيد لنا الأمان. ما عندنا مانع. حميتي، برهان، كباش، أي زول، انتوا أولادنا، بس ورونا إنكم انتوا يمكن أن تعيدوا الحد الأدنى من الكفاية والعدل لهذا الشعب السوداني. في زول بخوفنا بالانقلاب، في زول بخوفنا، في زول بخوف له تمساح من الغرب. الشعب السوداني ده خلاص تمساح عاين، ما في زول بخوفه من الغرب. أكثر الكلام. احنا ما دايرين كل مرة تفتح ده جيش. شنو ده جيش ولا حفلة؟ كل زول فاتح الهناي بتاعه تتكلم في شنو؟ ده جيشنا نحن، ده بيحمينا. الناس يقولوا عننا شنو؟ كل زول فتح الميكروفون بتاعه يتندر ويهدد وكده. انتوا قايلين نحن ما ندفع لكم رواتبكم. المجد العايشينه ده جبتوه من بيوتكم، اداكم له الشعب السوداني. احترموا الشعب السوداني ده يا اخي، احترموه بالصمت، الصمت الجميل. عندكم مشاكل امشوا اعملوها. الجيش بيحل مشاكله في صمت، لكن كل ما نسمع لنا هنا والناس يشتموا فيكم ويقولوا ادبكم عليه ويرفعوا صوت. ليه؟ ما لما يرفعوا صوتك على الدعم السريع، ولا يرفعوا كلام ولا بواعث لفظيه ومفردات وشتائم على القيادات العسكريه في الجيش، ما بيشتم في الجيش، بيشتم في الشعب السوداني، وبيجعل الحديث عن هذه المقدسات والمحرمات الوطنيه مشاعه في النادي ولا في الانادي. فيا جماعه والله هذه، نحن نحبكم ونحترمكم ولكم أدواركم، لكننا نحب شعبنا أكثر ونحب جيشنا أكثر. أكثر الكلام. الشعب ده ما بقي له ما يدافع عنه، وما في حاجة حسب، ولا في مدارس ندافع عنها، ولا في شارع ندافع عنه، ولا في خبز ندافع عنه، ولا في زراعة، ولا في صناعة، ولا في جامعات، ولا في حرمة دم، ولا حرمة شرف وكده. كل حاجة مبددة. البلد دي حق منها الخواجات والأجنبي، ما فضل لنا حاجة. وزي ما بقولوا، لم يبقى، الرسالة الأخيرة للشعب السوداني، لم يبقى لكم ما تفقدونه سوى الأغلال. السلام عليكم ورحمة الله.